تعلم منطوق رموز الخط المصري القديم من خلال الكلمات مباشرة. كلمة بننطقها اليوم وبنسقطها على شيء معين عندنا، اللي هي ايه؟ بكرة، اللي هي بكرة الونش. البكرة دي رافعة من الروافع بنستخدمها احنا حاليا. طب يا ترى ايه معنى بكرة؟ ليه سمينا الحاجة دي بالذات بكرة؟ سبحان الله، لقيت فعلا اسم بكرة موجود في الخط المصري القديم. تعال نكتبها ونعرف معلومة جديدة ونتعلم منطوق رموز جديدة في الخط المصري القديم. بكرة، طبعا اللهجة عندنا في مصر ما بقولش انا كده بس بكرة بكرة، ما بقولش البكرة، لا احنا بنقول بكرة، وهي بكرة فعلا كده. بتكتب ازاي في الخط المصري القديم؟ دي هشرح لك واحدة واحدة. الساق دي في حالة انتصاب، ادي الباء، وادي السلة اللي هي بودن واحدة، السلة اللي هي بودن واحدة بتنطق كاف بك، وادي اللي ايه؟ الراء، وادي المخصص بتاعها، فدي اسمها ايه؟ بكرة. ممكن احط الف هنا، بكرة، دي البكرة. طب ايه معناها البكرة؟ قال لك معناها يا سيدي كده، ده المخصص اللي هرسمه لك ده، بص، واللي انت ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي سلالم، ده المخصص بتاعها، سلم صعود وهبوط. فالبكرة ايه معناها كده؟ الصاعد الهابط اللي بترفع الاشياء وتنزلها. البكرة معناها السلم، معناها الشيء الصاعد الهابط. باء اللي هي الساق الواقفة دي كده في حالة استقامة تسمى به، بتنطق به في الخط المصري القديم، ولها منطقات أخرى ربنا هنجيبها في مكانها. السلة اللي هي بأذن واحدة دي تنطق كاف، والشفرة أو ما يقال عنه الفم بينطق راء، وهنا ممكن ينطق لام. في بعض اللهجات تقول بكلة. إيه المشكلة؟ هنا المخصص مخصص يعبر عن معنى الكلمة وهو السلالم. السلالم هنا ملهاش منطوق في الكلمة، عبارة عن مخصص للكلمة ليس له منطوق هنا بيعبر عن معنى الكلمة. بكرة، كده عرفنا أصل معنى كلمة بكرة، أي التي ترفع وتخفض الأشياء. هل تعلم أن بكرة معناها برضو في الخط المصري القديم العرش؟ ليه العرش طيب؟ لأن العرش ده لو معاك أنت مرفوع، عرش الملك لو موجود مع الملك هو فوق. طب لو اتنزع منه عرش الملك بيجي تحت. كده فهمت؟ شفت جمال عاد الخط المصري القديم بيوضح لك المعنى ازاي؟ بيطلق عليه على البكرة برضو عرش. ليه عرش قلنا؟ لأنه بيرفع لو مع الملك في حوزة الملك العرش ده خلاص هو فوق. طب لو اتنزع منه الملك العرش ده بيجي تحت، يبقى البكرة بترفع وبتخفض. شفت الجمال؟ احنا خدنا الفعل بتاع الرفع والخفض واسقطناها على الاداه دي اللي هي البكرة دي، اللي هي ايه؟ اللي بتبقى فيها حبل كده ومعلقة وبترفع الاشياء وبتنزلها. بكرة بترفع ثقل هنا كده، بنشد بيطلع الثقل، بنسيب بينزل، طالع نازل. بكرة. جميل، اتعلمنا حاجة جديدة ورموز جديدة برضو. وكم رمزة دي؟ 1 2 3 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.